انا جايه اقول لكم بلاش تشتروا الحاجات دي، نصيحه مني لكل العرايس اللي بتجهز او اللي متجوزين اوريدي. بلاش نشتري مليون حاجه للديكور، احنا ممكن نشتري حاجه واحده بس نوظفها صح في المكان اللي احنا حاطيناها فيه. يعني مثلا بلاش نروح نشتري 500 ألف صينية ديكور، ممكن نشتري صينية واحدة زي اللي انتوا شايفينها دي، هوريها لكم بكذا شكل وفي كذا مكان كمان، هتديني شكل تحفة وكأنها جديدة في كل مكان بحطها فيه. أول مكان حطيتها على التسريحة، قولولي الأول انتوا بتقولوا تسريحة ولا سراحة؟ شايفين الفخامة أكيد. تاني مكان بقى حطيتها في الليفينج روم، حطيت عليها طقم قهوة شيك وفخم مع مفرش جديد والكوشنز بتوعه مع ثرو فرو. عايزة اقول لكم نقلت الليفينج في حتة تانية خالص. نصيحة كمان لما تشتروا مفارش او كوشنز عموما اختاروا الالوان المحايدة اللي هتنفع في كل الاوقات وكل المناسبات. كمان اختاروا الحجم اللي تقدروا توظفوه في كذا مكان، يعني مفرش ده انا استخدمته على ترابيزة الليفينج وكمان استخدمته على ترابيزة السفرة مع فازة حلوة مع شوية ديكورات كده بسيطة، نقلت المكان في حتة تانية خالص وكأنه مفرش سفرة لوحده. ممكن كمان نشيل الفازة ونحط الصينية بتاعتنا اللي احنا حبينا نوظفها في 3 أماكن مختلفة، وكل مكان بتتحط فيه بتخلي شكله تحفة وكأننا اشترينا قطعة جديدة وعملنا بيها ديكور مميز. لو عجبكم الفيديو اعملوله شير واكتبولي في الكومنتات الصينية حبيتوها فين أكتر.